السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم معنا في قناتكم قناة أعيننا على العالم، والتي تأتيكم بكل ما هو جديد. متابعينا مشاهدينا، الجميع يتحدث عن منحة الزوجة الماكثة بالبيت وعن قيمتها بالضبط، لكن السؤال المطروح هو: هل كل زوجة ماكثة بالبيت ستتحصل على منحة قدرها 8000 دينار جزائري كل شهر؟ الجواب: سيتم رفع منحة المرأة الماكثة بالبيت إلى 8000 دينار، أي هذا بالنسبة للمرأة المتزوجة من موظف أو متقاعد كان يتقاضى منحة عن زوجته تابعة لأجره الشهري. سيتم رفع منحة زوجته هذا إن تمت المصادقة عليها من قبل البرلمان. متابعينا مشاهدينا، في الحقيقة لا توجد منحة المرأة الماكثة في البيت، بل توجد منحة الأجر الوحيد، أي الزوج عامل والزوجة ماكثة بالبيت. يتقاضى الزوج عليها 80,000 وعلى الأولاد 30,000، وعندما تكون الزوجة موظفة تلغى هذه المنحة، ونفس الشيء عندما تكون الزوجة موظفة والزوج بطال أو عامل يومي دون تأمين، تتقاضى عليه زوجته منحة الأجر الوحيد اللي هي 80,000. فهمتوا على هاوتي؟ ما هيش منحة الزوجة، هذه اسمها منحة الأجر الوحيد. يعني كي يكون فرد واحد خدام ماشي للزوج خدامين يعطوه هذيك المنحة، ماشي منحة الزوجة، اسمها في الحقيقة منحة الأجر الوحيد. كما سيتم رفع منحة الأولاد ومنحة التمدرس في إطار رفع منحة العائلة. متابعينا مشاهدينا، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيه، ولتساؤلاتكم اكتبوا في التعليقات ونحن نجيب. سلام.